السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل كبد وقوانص وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنا حطيت شوية زيت وشوية مية وشوية ملح. على بقى بغسل الرز تكون المية غليت، والبنات اللي لسه بتتعلم كوباية الرز عليها كوباية مية. هنا بقى بوريهولكوا هو بيغلي هيتشرب المية كده، ههدي بقى عليه النار. وهنا هملح بتنجان. هنا غسلت البتنجان كويس ولازم افتحه بالسكينة عشان لو سيبناه مقفول هيفرقع مننا في الزيت ويحرقنا، فلازم نفتحه كده بالسكينة. كانت اكله سريعه ومخدتش وقت خالص. كده كل ما اجيب فراخ اشيل الكبد والقوانص بعمل كميه كويسه. في يوم بقى محتاره اعمل اكل ايه، مفيش اكل بطلعها وبعملها بتبقى ما شاء الله جميله. وطبعا قبل ما بجمدها في الفريزر مع اي فرخه لازم تكون منقوعه بملح وليمون وميه. حتى الفراخ برضو اللي بنجيبها ونشيلها في الفريزر نجمدها او البانيه لازم تتغسل وتتنقع كويس قبل ما نجمدها. هنا بقى قطعت القنص وحطيت شويه زيت هشوحها كده بشويه زيت وفلفل اسمر. تتشوح كده بس تاخد تشويحه حلوه كده. هكون بقى مسخنه لها ميه، هزودها بقى شويه ميه وهغطيها تستوى. عشان القنص بياخد سوا عند الكبده ما بتاخدش وقت خالص. هنا بقى هملح البتنجان. الدقه بقى بتاعت البتنجان توم وملح وفلفل حامي وفلفل بارد. حابه بقى تحطي اي بهارات بتحبيها حطيها. كانت اكله سهله وبسيطه هنا كده بقى بنملح البتنجان، لازم نملحه قبل، يعني بدأت انا بالرز الاول بعد كده البتنجان عشان عبال ما اخلص بقى القنص تستوى واخلص الاكل يكون ايه اتشرب من الملح بتاعه من التتبيله دي. هنا بقى خلاص كانت القوانص استوت. دلوقتي بقى مقطعه توم وفلفل حامي وفلفل بارد. بحب اشوح كده الحباش بتاع الكبده قبل ما انزل بالكبده. وحطيت فلفل اسمر وكمون وملح. هشوح بقى التوم والفلفل كده تشويحه كويسه، بعد كده هنزل بالكبده. ما شاء الله التشويحه دي بتدي نكهه حلوه للكبده وطعم حلو. هنا برضو الكبده ما شاء الله مغسوله نظيفه وما شاء الله جميله. هشوح بقى كده الكبده لحد ما تستوى. هنا خلاص كانت الكبده استوت، هنزل بقى بالقوانص عشان تشرب من التتبيله مع الكبده. هديها بقى تقليبتين كده ويبقى الاكل خلاص. ما شاء الله كان طعمها جميل. حمرت بقى بطاطس وخيار وطماطم وليمون. وفي تتبيله كده بتيجي من عند العطار للبطاطس، توابل البطاطس حلوه قوي. لما تحمري كده بطاطس وترشي عليها تتبيله البطاطس بتديها نكهه حلوه وطعم حلو. ما شاء الله كانت اكله لذيذه. يا رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله.